MBS. يو يو يو. انت بتقبض على مواطن مصري شاب صغير، من دور عيالك، وتسجنه 19 سنة علشان كتب تويتة مسيئة لتركي آل شيخ. طب يا اخي، كتف امك على كتف امه تركي آل شيخ. انت طبعا يا ابن الأحبة علشان شايف ان البلد الريس بتاعها شماشرجي شغال فوطة بتمسح بيها، واللي تحت ايده كلهم براغيث في الباسك، ففاكر المصريين كلهم يتعاملوا بالطريقة دي. وطبعا قاعد طايح في المصريين اللي عندك، مؤبدات وإعدامات و19 سنة. ما احنا لا لينا حد بيسأل علينا ولا لينا تمن. عرفت؟ في العهد الميمون بتاع بلح الجربوع ابن بائعة الهوى، الفار ابن بائعة الهوى، الجربوع الجاسوس، المصريين ما بقاش لهم قيمة. لكن هفكرك حاجة وحياة أمك اللي محد عارف هي مين. قال له يابا تعالى شرفني. قال له لا، لما يموت اللي يعرفني، واحنا عارفين أولكوا فين وآخركوا فين يا معيز يا جرابيع يا ولاد الأحبة. المصريين هم اللي علموك، هم اللي علموك تفك الخط، وهم اللي نجروك ونضفوك يا شمام يا جربوع يا ابن الأحبة. انت وتركي قال شخة. انت فاكر نفسك ان محدش يدافع عن الشعب ده، بما ان الرئيس الشعب ده مكفي ومتني وبياخد فيها؟ وحياة دين امك لا هحطك في دماغي ليل ونهار، ليل ونهار هتلاقي فيديوهات عليك لغاية ما المصري ده يطلع. واي حد يعرف اي مصري محبوس في الزريبة دي اللي اسمها الخرا آل سعود يبعت لي مواطن المصري الشاب الصغير اللي كان شغال في الزريبة عندك وسجنته 19 سنة. يا ابن الحرام يا ابن الأحبة يا ابن بائعة الهوى انت كمان. انتوا امهاتكم كلها بتبيع هوى، كلهم كانوا شغالين بيبيعوا هوا، لان انتوا لو من اصلاب ابهاتكم عمركم ما هتعملوا كده، عمركم ما هتعملوا كده لا في شعوبكم. فاكر بتاع قبيلة الحويطات اللي انت رحت قتلته برضو عشان طلع فيديو ضدك؟ يا مجرم يا ابن الحرام يا قاتل خاشقجي، انت فاكر ان احنا هنسكت لك؟ فاكرنا كلنا معيز زي المعزة المخصي اللي اسمه بلحة اللي انت شاريه، اللي انت وهو بتروحوا ورا مصنع الكراسي تتناولوا هناك؟ خلي بالك وبلاش المصريين، عشان احنا ممكن نعمل كرامة دين امك مساحة على الارض. لم نفسك، طلع المصريين اللي في سجونك، والمصري ده هفضل اتكلم عليه لغاية ما تطلعه من السجن يا ابن